السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا طالعة بالفيديو ده نداء لكل المصريين، نعمل حملة لإلغاء القايمة. ما هو ما ينفعش أنا أبقى لوحدي، لازم كلكم معايا عشان أطبق الفكرة دي على أهل بيتي، لأن أنا لحد دلوقتي مش عايزة أطلقها. يقولك يلا إحنا نمشي عكس المجتمع، ما هو زي ما بيعملوا لنا موضة كده للستات تتشخلع كده وتتدلع. بالله عليكم اعملوا لنا موضة لإلغاء القايمة. هنخلي الزوج يتبسط ويتجوز ويعمر الأرض، وما يقولش ضاع العمر يا ولدي، ضاع العمر، خدت شقة عمري ونيمتني على البلاط. مش عايزين نقول الكلمة دي، لا هنقول له روح اتجوز بالحلال بدل ما تمشي على أهوائك. طيب البنت هتاخد مهر في الأول تبع إمكانيات العريس، وهتاخد شبكة تبع إمكانيات العريس. ليه تبع إمكانياته؟ وليه مش هنحدده؟ وليه أي سعر؟ لأن هو اللي هيجهز من غير نيش، من غير تكلفة النيش، من غير الكولدير مش لازم، مش في تلاجة، ايه لازمته الكولدير ده بالله عليكم؟ مروحة في كل أوضة، تكييف في كل أوضة. في ناس بتعمل كده، والله في ناس بتعمل تكييف في كل أوضة. ما تقوليش الناس الكلاس، والله كله بيقلد بعض. وفي غلابة بيشحتوا وبيتداينوا، والأب بيقعد يستلف من هنا ومن هنا ويكتب على نفسه قروض وشيكات عشان يجهز ولاده، بنت واثنين وثلاثة. والله يكون في عونه، الله يكون في عونه. وفي غريمات كتير في السجون بسبب جهاز العروسة. فاحنا هنحفظ الأهل البنت من غير الديون ومن غير السلف، وهنخليه هو يجهز كله عفش بقى زي الفل بتاع مطلقات ملناش فيه. انت عليكي تخشي الشقة يبقى ذوقها حلو، ألوانها حلوة وشيك. هو يتصرف، والله العظيم لو راح جاب عفش مستعمل، في عفش مستعمل احسن من الجديد. على فكرة الحاجة الجديدة خشبها بيبقى مزي، كل ما تقدم الحاجة كل ما تبقى احلى، كل ما الحاجة بتبقى جديدة بتبقى. حتى الأجهزة الكهربائية دلوقتي العرايس بتشتكي إنها بتقعد سنة وبتبوظ، عايزة شحن وعايزة. لكن تلاجات زمان وحاجات زمان أصيلة وبتعيش. يجيب تلاجة، يجيب تلفزيون، ما يجيبش كولدير، ما يجيبش نيش، هو حر ملناش فيه. يبقى هو هيجهز الشقة بإمكانياته اللي هو عايزها، والله معاه وعايز يجيب عفش جديد هو حر. طبعا هيفرح انه الحاجة دي بتاعته، مش هيكتب على نفسه قايمة يتسجن بيها وتقعد تجريه في المحاكم وتسجنه شهر وهو يعاند ما يدفعش نفقة لولاده. لا، احنا هنخلينا انا وانت زي الفل. حالة الطلاق، واحنا عرفنا ان اسباب الطلاق كتيرة، منها انه بيشرب مخدرات، انه بيعمل علاقة غير سوية نتيجة انحرافات وهو شاب. فبتيجي البنت تصدم ان دي مش العلاقه الشرعيه اللي خلقها ربنا، فبتطلب الطلاق. وكتير قوي اسباب الطلاق اللي الناس ما بتذكرهاش، وفي ناس بتذكرها بتكون هي اساس الحته دي. وهي رخرة لما بتعمل علاقات محرمه، شاب يضحك عليها في الكليه او حاجه، تيجي ما بتستمتعش مع جوزها لانها واخده على اسلوب معين، فبيحصل طلاق. وفي بيضربها من اول يوم جواز، وفي سلايف بينكدوا عليها، وفي اسر في اهل الزوج بيتدخلوا في حياتها. في الحالة دي هي مش هتطلع خسرانة، لأن عقبال ما بتاخد عفشها في المحاكم بتكون صرفت نص العفش اللي هي فرحانة بيه، شوية الخشب اللي بيتباعوا عند التجار بملاليم، التاجر بيجي ياخده منك بملاليم، انت خسرانة. انت مهما تاخدي، هو بيطلع يعيط في القنوات ولا بيطلع هو بيطلع، بلاش عيط دي لا عشان ما تزعلش بنتي، عشان ما بحبش ازعل حد. بيطلع يقول انا مراتي واخده عليا شهر حكم، واخده عليا في شويه حاجه ما تستاهلش، انت بتاخدي عليه حكم. ده اسالي بقى الارامل والمطلقات لما بييجوا يبيعوا عفشهم للتجار بياخدوا ايه؟ بياخدوا خيبه. لكن انت ما تاخدي مهر ويكتب لك مؤخر، المؤخر في محامين عايزين يلغوه، لا انا مش معاهم. لا، المؤخر يتكتب، عشان برضو هو ممكن يقول انا مش كاتب قايمه واي كلمه يروح طاردها. لا، يبقى عارف انه هيدفع مؤخر، وان الست دي برضو هتطلع بحقوق. وبعدين ده كفايه الولاده، يعني انتوا بتستخسروا فيها ليه؟ انتوا بتستخسروا في الست ليه؟ ده انا عايزه اقول لكم لو راجل جرب الولاده هيقول الحمد لله ان انا كنت راجل. والله ده لو في عدل في الارض، الست تاخد تعويض في الولاده بس مليون انها بتلد وتشيل طفل دي وتولد مليون.
فما تستسهلوش بألم الستات ومرضهم وتعبهم. يعني يطلعوا ازاي كده؟ وبعدين نسبة قليلة قوي من الستات المفترية، ده النسبة الكبيرة من الستات غلبانة. مش عشان نسبة قليلة اشتكت جوزها ولا خدت عليه حكم تعمموا بقى كل الرجالة ويقولوا ده الست دي مش عارفة ايه. ايه؟ مش عارف ايه. ده الست دي تاج راسك. الست دي تاج راسك، من غيرها ولا تنفع. ولا تنفع، خصوصا الست المصرية، الست الجدعة قوي اللي بتشيل حمل فوق كتافها يهد جبال. اه والله. فانت لازم تقدرها عشان ربنا الاول، وعشان تبقى الحياة مستقرة، ومش عايزين قايمة خالص. خدها يا سيدي ومش هنكتب عليك، وجهز زي ما انت عايز، مش هنتدخل في جهازك. واكتب اكتب ورقة او اكتب حاجة تضمن لها انها ليها مؤخر. والمؤخر مثلا يبدأ من 50,000. في ناس دلوقتي بتكتبوا 100,000. ليه؟ هو كفاية 50,000. مع مرور الزمن طبعا قيمته هتقل، زي ما العفش مع مرور الزمن قيمته هتقل، زي مع الحياة الزوجية ما بقاش فيها احترام. احنا مش عايزينكم تحبوا بعض، احنا عايزينكم تحترموا بعض. عارفة لو انتوا احترمتوا بعض هتعيشوا في سلام. الحب ده، انا ما بعترفش بحاجة اسمها حب. انا اعترف بحاجة اسمها راجل يقدرني واقدره، راجل يحترمني واحترمه، راجل يدلعني وادلعه، راجل يخاف عليا واخاف عليه. مودة ورحمة. اما الحب ده اللي بتقعدوا تحبوه في الاول، ده حب حرام. الحب اصلا حرام لانه تبادل رغبات. ده في الاول. اما في الزواج بقى، الاحترام هيولد الحب، والحنية هتولد الحب، والتقدير هيولد الحب، وهتحس انها خايفة عليه، اللي مقدرني راح مني، وهو هكذا. بس لازم الفكرة دي ما تكونش مني انا لوحدي، تبقى منكم كلكم. انا لحد الان جهزت بنتي وعملت زيكم، وده مزعلني قوي لان كان نفسي اعمل زي فكرتي. بس طبعا هبقى ضد المجتمع، واهل العريس يقولوا ايه ده، هو في ايه؟ فلازم يبقى سلو المجتمع كده، سلو، عشان كلنا نتكلم بقلب جامد. افهموني بقى. شكرا جزيلا، يا رب اكون وصلت الفكرة صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.